السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا في لقاءات الدوري الايطالي للموسم 2020-2021 نسخه رقم 90 لمسابقه سيريا. هنا وبالتحديد في اطار الجوله الثامنه مباراه ما بين الانتر صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطه، ملعب رينكون رقم 8، ليناتي رقم 77، واللاعب مايتي انتر. هل يحقق الانتصار والفوز بعدما حقق في اللقاءات الأخيرة نتائج لم تكن مرضية بالمرة الحقيقة؟ يعني ما حققه زازا أمامنا، يسدد زازا لكن كرة بعيدة، كرة أولى أمامنا هنا من اللاعب اللي بيشترك بالمناسبة للمرة. طبعا سلام على طول من جانب فيردي بعيد في مباراة أفريقيا الوسطى مع منتخب المغرب. ودي أمامنا كرة من اللاعب جيريارديني لكن تطلع الكرة إلى خارج الملعب. لسه نادي الانتر، كرة على طول ملعوبة حلوة قوي، زازا على دي البديل لبيلوتي، كرة بتضيع. طبعا باولو طبعا بالمباراة فيدريكو لابينيا معاونه كل من طبعا مرات في ايطاليا. التسديده انسالدي خطره جدا حتى الان 13 دقيقه. لوكاكو ممكن يخلص ويفتح الطريق للتسجيل، ولكن يا ولد سيلفاتوري سيريجو رائع في اللقطه اللي فاتت، لكن رايه وتسجيل. اول كوره للاعب امامنا اهو، بص اطلقها صاروخ روميلو لقب الدوري الاوروبي. ادي دكه البدلاء راحت اللاعبين، لو اصطادها اليكسيس سانشيز لكن برضه متسلل. ادي اليكسيس سانشيز نجم منتخب تشيلي. شوف الوضع الاكروزيو، الكرات الراسيه ترتد حكيمي، وسبب من اسباب البقاء على فكره التورينو في الاعوام الاخيره. فنزويل انطلاقه تمريره زازا ممكن يسجل، ظابط نفسه حلوه قوي، والزاويه باين المايسترو اللي يحرك باريلا عاملها حلوه قوي. شوف القوه، ادي البولندي كارول ليناتي لاعب القادم من صفوف سامبينيا، ادار يعني اكثر من لقاء هذا الموسم وادار الامور في هذه اللقطه بشكل مميز. حاله من مراحل التعارف يعني. ادي امامنا الكره من اللاعب جيلياردي، اليكسيس سانشيز هي الهدف الاول، لكن فين الكره تنتطم في قدم لينكو. اول مره تشوف امامنا هو اللقطه تاتي يعني في 31 مباراه سجل 10 اهداف. فاول وانذار امامنا، اول انذار في المباراه للاعب سيموني فيرتي، اول انذار لسيموني فيرتي، انذار اول لسيموني. لوكاكو بيعزف لوحده والحل اهو، المخرج جاب لنا الحل لوتارو مارتينيز نابولي، لكن الافضليه لدوناروما طبعا الحارس المميز مع الميلان، ويليه سيريجو. ادي امامنا بيريشيتش، ممكن نرى الشوط الثاني ايضا. بيريشيتش نتيجه السائده او الشائعه بيلعب يعني في بعض اللقاءات امامنا هو انطلاقه لكن رايه وتسلل، لكن ما لمس الكوره. وادي الكوره اللي بالعرض وعدم التفاهم في اللقطه اللي فاتت، ولكن انكولو يطلع يسجل وهو ليس الافضل في هذه اللقطه امامنا. زازا سريع، حط المره دي امامنا هو باستوني، طبعا ما ينفعش امام ريال مدريد. ادي استلام زازا، كره القدم تكافئ من يستحق. البديل اللي دخل قبل انطلاقه المباراه سيموني زازا يسجل امامنا اول اهدافه هذا الموسم. اخر من سجل كان في مباراه بولونيا في نهايه الموسم الماضي لما سجل كان وسط ملعب لا يساند، طرفين ملعب متوقفين تماما، وكونتي اعتقد يبحث عن حلول. وانذار امامنا هنا فيدريكو لابيني. دي امامنا هنا العلامه الحمراء. كونتي استلام حلو قوي من صانع الهدف اللاعب مايت، هدف جميل في الدقيقه الثانيه سجله اللاعب زازا، لكن الانتر لا يعني للتعاطي، لكن هو سجل في مره بين ايفنتو امامنا. ادي الكره عند بروزوفيتش غائب وكولوروف، وادي ممكن التعادل. لوكاكو لكن رايه وتسلل امامنا هنا على لوكاكو. واحده بالكرات اللي كانت الشوط الاول خطيره برضه، كان سنده حلوه قوي. حكيمي يا ولد، حكيمي المره دي يتقدم، ولكن الحكم المساعد مدي ركله مرمى. اشرف حكيمي امامنا هو انطلاق 22 سنة بعطاءات كبيرة قوي بمستوى فاد. لقاء أمامنا يبدو ركلة جزاء لصالح تورينو، ركلة جزاء لتورينو. تزداد الأمور صعوبة مع طبعا ركلة الجزاء المحتسبة مع هاندانوفيتش. 79 بعد ما لعب مباراة فيورنتينا يشارك اليوم، ويضعها أنسالدي في منتصف المرمى. أنسالدي يسجل الثاني أمامنا التورينو في هذه الكرة في الدقيقة 62، ركلة جزاء بعد العودة للفار
في كرة سينجو مع اشلي يونغ ويسجل امامنا هنا الارجنتين. كرة في ترتد والصراع وهي اليكسيس سانشيز، هي اليكسيس سانشيز، كرة لوكاكو واليكسيس سانشيز امامنا هنا يقرب نادي. هي كرة القدم كده، هي كرة القدم. هدف في الدقيقة 4. سلام على طول من جانب لوكاكو، ممكن المباراة تتغير لكن يا على الكرة المرة دي. شوف الانتر في عايز يعدي ويعكس كرة الثاني امامنا اهو. الانتر يا دوبك بس لما فكر يلعب وفكر يصل يسجل امامنا هنا.